واخيرا في الختام، لو عايزين نطلع بحاجه بقى من كل الكلام ده، انك مش لازم انك تبطل تخاف. ممكن تبدا وانت خايف عادي. انا ما بدات القناه دي وانا بخاف ان انا اصور، يعني كنت بخاف من ان انا مثلا ما اظبطش كادر او ما اعملش حاجه مظبوطه في المونتاج او يبوظ مني الفيديو او كده. بس اهو اديني جربت، ومره في مره اديني اكتسبت الخبره، يعني بقى الخوف معايا بيتلاشى مع الوقت، وانتوا هتلاحظوا ده اظن مع الفيديوهات. في الاول كنت مثلا مش بتكلم بطلاقه قوي ومتلجم كده وصوتي مكتوم، لا دلوقتي بقيت بتكلم واتحرك واروح واجي، فاهم يعني. هو خوف وتلاشى مع الوقت. انت كده كده وانت بتبدا اي حاجه انت كده كده هتبقى خايف، بس انت على الاقل هتجرب. اي نعم مش ضامن النتيجه، بس فكره سعيك في الحاجه نفسها هيخليك ان انت مع الوقت تتكيف، ومع الوقت تتقبل النقد، ومع الوقت ان انت تتحسن. وهتفشل مره وهتتحسن، وتفشل مره وتتحسن، تفشل تفضل تتحسن، وقصاد ده هتلاقي الفاليو بتاعتك الحاجه اللي انت بتعملها، ان كان شغل، ان كان محتوى، ان كان ايا كان مهاره، اي حاجه انت عايز تعملها. وممكن تكتشف اصلا بعدين ان انت خوفك من الحاجه اصلا ما كانش بالقدر المهول ده. طبعا انت بعد ما عديت بمرحله كبيره جدا من التطوير شفت حاجه زي كده، بس انت يعني مع الوقت هتكتشف ان خوفك ما كانش فيه اصلا داعي للخوف اصلا. فخلاص واجهت فشلك مره، موف اون، ويلا يا باشا اللي بعديها استفيد من التجربه، مش نهايه الحياه يعني. فجرب وغلط وجرب وغلط وجرب وغلط لحد ما تظبط بس.